بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عملت كيكة البلح بطريقة بجد جامدة، بجد جامدة، مفيش كلام اصلا عليها يعني. جميلة ولونها وطعمها حاجة كده خيال. مادام جبت الطبق الاحمر بتاعي يبقى هنعمل حاجة حلوة يعني معروفة، يعني الطبق الاحمر ده ما شاف مني حاجات الحمد لله. طيب احنا في الاول كده هننزل 5 بيضات، تمام، متوسطين بدرجة حرارة الغرفة، ولا ساقعين ولا سخنين، بدرجة حرارة الغرفة، عشان لما نشتغل فيه ما يبقاش زفر. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. ونزلت عليه بكوباية سكر كبيرة، وعليه شوية كده جدعانة. عايزين تحطوا شوية جدعانة دول حطوهم، مش عايزين تحطوهم ما تحطوهمش. تمام. هبتدي اضرب شوية السكر مع شوية البيض الحلوين لحد ما خليطهم يبيض ويفتحها كده ويكون مقمر. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. هبتدي ان انا اضرب فيها واشتغل فيها شويه حلوين، يعني مش شويه صغيرين، لا شويه حلوين كده لحد ما زي ما قلت لكم اللون يبيض. تمام. زي ما انتم شايفين كده طبعا تراقبوا اللون الكيك معايا. تمام. صلوا على النبي كده، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله. تمام. تمام. جو النهارده شتاء، والشتاء تحب الحاجات دي قوي. اي حاجه بتحط في الفرن وبتدي طاقه في الجسم الشتاء بتحبها. يعني زودوا احنا كده كده ايه، الشتا السنه دي حلوه وتحب الاكل. تمام. صلوا على النبي تاني واذكروا الله تاني. ومعانا كده بعد ما خليط ابيض معانا، حطيت كيس كوفي بريك، ودون عشان خاطر اللون معايا يكون لون مش لون الكيك الابيض ده او الفاتح، لا يكون لون غامق شويه، اللي هو لون الكيك يعني يكون غامق كده عشان يمشي مع شكل التمر يعني. تمام. هبتدي ان انا انزله، ده اختياري على فكره، ممكن تحطوا اللي هي القهوه سريعه الذوبان دي، بس انا عشان مش بستخدم اي حاجه مقاطعه، بستخدم او بحاول ما استخدمش اي حاجه مقاطعه. فبشوف الحاجات البديله كويسه، او اصلا بصراحه من احسن واجمل الحاجات اللي انا استخدمتها بديل للكوفي. ممتاز بصراحه، ممتاز، الله اكبر عليه. حابب اشكر صاحب الشركه دي. المهم هبتدي اضرب فيها لحد ما لونه يبقى زي ما انتم شايفين كده، بجرب بس ما يختفي يعني. تمام. تمام. اذكروا الله، لا اله الا الله. معلش عداش، بس انا ايه لسه خارج من الشغل، ولو روحت هنام وهروح من الصبح هروح الشغل، فمش هبقى فاضي. تمام. تمام. هبتدي ان انا اوزن معايا كوب واحد من الزيت، نفس كوبايه الزيت نفس كوبايه السكر، اللي هي الكوبايه الطويله بتاعت الميه دي، ما يعادل 185 جرام بالظبط. تمام. عشان اللي عنده ميزان يعمل، اللي عنده كوبايه يعمل، اللي ما عندوش حاجه خالص يعمل بالنظر، بتبقى حلوه زي الفل. تمام. تمام. هنزل بالزيت سرسوب سرسوب كده على المضرب او على ايدينا، بس الفكره كلها ان احنا بننزل بالزيت واحده واحده، علشان خاطر لما الزيت بينزل كميه واحده مره واحده بيفصل. انا مش عايزه يفصل، عشان خاطر الكيكه تطلع معانا هشه ونفشه وفشه. لازم، مش عايزها تفصل، عايز الكيكه الزيت يدخل في الخليط اللي هو اللبن والحاجات دي كلها. طبعا انا نزلت بكوبايه لبن، وبعد كده نزلت بالبيض، وبعد كده نزلت بكوبايه الا ربع تاني. يعني التوتال معانا كوبايتين الا ربع لبن، كوبايه قبل الزيت وكوبايه ونص، كوبايه الا ربع قبل بعد الزيت. تمام. هبتدي ان انا اضرب فيهم. طب انا عملت ليه كده؟ عشان خاطر لو الخليط خفيف قوي الزيت مش هيربط معايا، لازم يكون الخليط متجانس كده. تمام. هبتدي انزل عليها بص، هو التمر كله اختياري. تمام. يعني الكميات اختياريه، بس انا حطيت قد ايه؟ حطيت 200 جرام جواها و200 جرام براها. عايزين انتوا ما تحطوش جواها ما تحطوش، عايزين تحطوا ما تحطوش براها ما تحطوش. في الاول وفي الاخر دي اختياري. تمام. هضربه ضربتين كده بس عشان احس ان هو ايه، مش ناعم، بس هو يكون ايه، تجانس كده، ما يبقاش قطع كبيره، لا انا عايز تكون متجانسه كده، قطع كبيره بس مبططه مثلا، ما يبقاش كده يعني. تمام. نزلت عليه بمعلقتين كبار من النشا، عليهم كيس واحد بيكنج باودر، اذكروا الله ولا لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله، عليهم فانيليا. طبعا احنا عارفين 5 بيضات عليهم 5 اكياس فانيليا، بس انا بحط الفانيليا متاخر علشان خاطر انا بحس ان لما بضربها كتير بتروح فملهاش لازمه، فلا انا بحطها بدري شويه متاخر، يعني قبل ما ادخل كيك الفرن، قبل ما احط الدقيق كده يعني. طيب
معانا قد ايه دقيق يا مصطفى؟ معايا من 550 جرام ل 650 جرام. يعني الكيكة هنلعب فيها هنقول 600 جرام وهنخلي 50 جرام على جنب. تبقى 50 جرام دي قد ايه؟ معلقة كبيرة هرمية كده حلوة متوصيين بيها. دي المعلقة الكبيرة اللي هي ال 50 جرام. تمام. هبتدي ان انا انخلهم على الكيك. ماشي، انتوا نخلينه بره الكيك براحتكم، بس انا بحب ان انا لما انخله على الكيك كده بيكون بحيث انه بيبقى فيه هواء اكتر، يعني مبقاش مكتوب. تمام. وهبتدي ان انا اقلب المصلحه دي كلها كده مع بعضيها. تمام. تمام. قلتوا تمام صح؟ استنوا اعدي الناحيه التانيه بس كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله سنه تكون سعيده عليكم وتحققوا فيها كل حاجه كنتوا بتتمنوها، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه السنه دي تكون نحقق فيها كل امنياتنا، وان شاء الله باذن ربنا يرضينا ويقر اعيننا بما نتمنى ان شاء الله. اسالكم الدعاء لي ولكم بالتوفيق وبالتيسير وبالراحه وبالكرم باذن الله. رجب من الشهور الحلوه قوي في الدعاء، ويعني حلو قوي. فنتمنى ان احنا كلنا نعبد ربنا تاني في الثلاث شهور دول، رجب وشعبان ورمضان. نعبد ربنا اكتر ونصلي ونصوم ونقيم الليل ونقرا قران ونسبح. ما تخليكش ساكت. يعني مثلا ماشي في طريق رايح في حته ما تبقاش ساكت، لا اتكلم، اذكر ربنا، حوقل، صلي على النبي كتير، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا كتير. الحاجات دي كلها بتفرق والله في ميزاننا، والله هتفرق معانا في حياتنا وفي اخرتنا باذن الله يعني. تمام. انا هنا جبت الصينيه بتاعتي مقاس 24، حطيت عليها مسحه زيت من تحت قبل التمر، رصيت التمر زي ما قلت لكم اختياري، وبعد كده رحت حاطط عليه الكيك. تمام. تمام. في السكالانس بامر الله. بص بقى، خدت 40 دقيقه في الفرن، درجه حراره 175 عشان التمر معانا ما ينشفش. وبعد كده شغل عليها الشوايه شويه وبس كده، وبونو تستاهل بقكم والله العظيم. وبعد كده بقلبها طبعا وبس كده. اتمنى تكون عجبتكم، هي بصراحه ممتازه، وانا نفسي كلكم تجربوها. من المكان بعيد ليه كده، كلكم تجربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم.